السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة معجنات، يعني وصفة صيفية خفيفة ظريفة وبنينة. العجينة نتاعها تجي قطنية ما شاء الله، ديروها غير مع سلطة ولا ديروها مع باربيكيو كي ديروا المشاوي مع سلطة، فرانشمون تجي روعة. والكمية خرجت لي 29 حبة ما شاء الله، وحشيتهم بالدجاج ولا صوصوج. فوالا. نبداو بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونروحو نبداو الوصفة نتاعنا. بسم الله. هنا عندي بصلة رحيتها، فوالا. عندي مغرف صغيرة طماطم مصبرة، وعندي فلفل حلو في زوج، وحدة حمراء وحدة خضراء، وعندي نصف صدر دجاج رحيته، مرحيتوش طول بزاف مرحي. فوالا. وعندي حبة طماطم حتى هي رحيتها. عندي كمية صغيرة تاع الزيتون، وعندي 3 فصوص تاع الثوم رحيتهم. والتوابل عندي مغرف صغيرة ملح، عندي نص مغرف صغيرة فلفل كحل، عندي مغرف صغيرة معمرة مليح فلفل عكري احمر، ومغرف صغيرة معمرة كزبر مرحي، وشوية على راس المغرف كمون، ما نكثرش منه باسكو يمرر لنا لاباغس. فوالا. ندير في لاصوتوز ابيبخي 3 مغارف كبار زيت، زدت عليهم البصلة وخليتها تقلى شوية، وزدت عليهم الفلافل. فوالا حتى ذبالوا لي شوية، ونزيد عليهم الثوم والدجاج. انا درت كميه من صدر الدجاج، نتوما تقدروا ديروها باللحم المرحي ولا بالطون. فوالا، تقدروا تعوضوا لحم الدجاج باللحم المرحي، واذا درتوا الطون خلوه حتى تطيبوا لابخس نتاعكم تكمل الطياب نتاعها، وضيفوه في الاخير. هنايا بعد ما طاب لي الدجاج نزيد عليه التوابل. الدجاج ما تخلوش يطيب بزاف، يعني فريمون فيت في دقيقه دقيقتين سي بون، باش ما تجيكمش الحشوه يابسه. فوالا. هكا نزيد عليه المغرف تاع الطماطم المصبره، نخلطهم مليح، نزيد عليهم الحبه تاع الطماطم اللي رحيتها. وفي الاخير نزيد الزيتون الخضر. الحشوه نتاعنا راهي طيبه، جاتني سواسوه ما جاتنيش يابسه. اذا جاتكم شويه يابسه زيدوا لها شويه ماء. فوالا. ونفوت نوجد العجينه. في اناء ندير كاس حليب يكون دافي، وكاس ماء يكون دافي ثاني، ومغرف كبيره خميره الخبز، ومغرف كبيره سكر، ونص كاس زيت. نخلط كل شيء ونغطي عليه ونخليه يرتاح مدة 10 دقائق باش تتفاعل الخميرة. بعد ما خليته ارتاح، الخميرة نتاعنا راهي تفاعلت. نخلطهم، نزيد نخلطهم شوية، ونزيد الفرينة. هنايا الفرينة في الاول درت 3 كيسان فرد خضرا، نخلطهم مليح، ونزيد الكاس الرابع، والكاس الخامس ندير شويه شويه، ونشوف على حساب العجينه، ممكن ما نستعملوش كامل. فوالا. هنايا راني زدت الكاس الرابع، نحيت الفوي ونخلط بيدي باش نحس بالقوام تاع العجينه. نخلط العجينه مليح، والكاس الخامس كما قلت لكم نزيد غير بشويه. والعجين رانا ما نعجنوش، نخلطو غير بيدي كيما نديرو السفنج، يعني ما نخلطوش بزاف، نخلط شويه ومامطون نلم العجينه تاعي.
فوالا هنا وصلت للقوام اللي حبيت نوصل له. عجينة تكون طلقة روحها وتكون تلصق في اليدين، ما لازمش تكون يابسة. درت عليها شوية زيت ولميتها ونغطي عليها ونخليها ترتاح مدة 30 دقيقة. هذا هو الكاس الخامس تاع الفرينة، قعد لي منه نص كاس، ما استعملتوش كامل. هنا بعد ما خليت العجينة نتاعي 30 دقيقة ارتاحت مليح. شوفوا كي تجي طرية ما شاء الله. فوالا درتها فوق البلون دو طرافاي، لميتها غير شويه هكا بيدي. من بعد نقسمهم الى كويرات صغار. الوزن نتاعهم 40 غرام. وانتم لكم الاختيار، حبيتو ديروهم صغار شويه ولا تكبروهم شويه كما تحبوا. هنايا وزنتهم كامل وبديت نكور في العجينه نتاعي. فوالا كورتهم اكل وخليتهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق وبديت نعمرهم بلا فخس. وهنا نرش الفرينة على البلون دو طرافاي. وانا نحكم كويرة نتاع العجينة، نحلها شوية ونحط عليها ببخي مورف كبيرة تاع لافاس. فوالا وهنا نبدا نغلق العجينة نتاعي، نبدا الحواف نلمهم شوية شوية حتى نلمهم كامل. فوالا ونكورها شويه ما بين يديا ونحطها في البلاطو اللي درت عليه ورق المطبخ، ولا ديروها حطوه على بلاطو مدهون شويه بالزيت. فوالا هاك هنا نزيد لكم ان دوزيام. اذا حبيتوا لا بروميير درتها بلا فرماج، وهذه درتها بالفرماج. اذا عندكم فرماج رابي تقدروا ديروه من التحت هو الاول على لاباط، بخي تحطوا لاطاس نتاعكم. واذا ديروا كيغي ولا لافاش كيغي ديروا كيما انا كيما درت هنا. والشكل انا درت خبيزات مدورين وزدت خبيزات اوفال كما تشوفوا في الصوره. الخبيزات اوفال الحق ما شاء الله، سورتو الاولاد يروحوا ليكول ولا يديروا لي بيكنيك الخرجات هكا مع ليكول. سي تسمى حاجه تكون نقيه واجده، ديروها غير في الباطه وخلاص. هنا كملت البلاطو الاول، نضغط عليه على لي بول شويه بيدي ونخليهم يرتاحوا مده 10 دقائق. فوالا دروك ندهنهم بصفار البيض بشويه حليب خلطتهم مليح، ندهن لا سورفاس تاع الخبيزات ونديكوريهم بالجلجلان ولا السانوج كما تحبوا. وفي الاخير نحط لها لا موتي تاع الطوماط سوريز هكا من فوق بور لا ديكوراسيون. ولي اوفال درت لهم زيتون مقطع. قبل ما نحطهم يطيبوا نثقبهم بعود الاسنان الكيردون، زوج هكا ثقبات ولا 3 باش ما تنفخوليش ويتحلوا. ندخلهم للفرن اللي كنت ديجا سخنته على درجة حرارة 190 الى 200 سا ديبون لي فرن تاعكم. ولا ونخليهم حتى يتحمروا لي ونخرجهم.
فوالا الخبيزات نتاعنا بعد ما خرجتهم من الفرن راهم هكاك حاميين، يجو فرانشمون الكون تاعهم يجي ما شاء الله، يجو هشاش وخفاف. فوالا دروك نخليهم يبردوا ونحطهم في طبق تقديم. حطيت لكم بالذات الوصفه هذه باسكو حبيت نلبي طلب الاخوات اللي طلبوها مني. ذاقوا الوصفه نتاعي وعجبتهم وطلبوا مني اني نديرها لهم فيديو. ولا قلت لي مالا نديرها فيديو هكا باش يستفد منها الجميع. ولا اللي شاف الفيديو عجبته ما تنسوناش بلي لايك نتاعكم، واللي ما شاركش في القناة يشارك ويضغط على الزر ليصلكم كل جديد. وحبيت نبارك لبنت اختي سلسبيل اللي دات البيان نتاعها. الف مبروك حبيبتي، نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفق الدائم ان شاء الله، والف مبروك الولاد الكل ينجحوا وفرحوا والديهم. وانا نقسم لكم وحده باش تشوفوا النتيجه من الداخل. ولا هو خبز يجي خفيف وهشيش والبنه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. ووصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم، ومع ليا غير نقول لكم سلامه على الفيديو القادم ان شاء الله. سلامه.